اهلا بحضراتكم. انا محمد زياد، بريبريزنت تيم جرين شيلد، والسلوجن بتاعنا شيلد لزراعتك. احنا الاسك بتاعنا 1,750,000. فكره مشروعنا بدات ان احنا لما كلمنا صاحب مزارع نباتات طبيه وعطريه وعرفنا انه عنده مشكله في تصدير النباتات الطبيه والعطريه بره مصر. المشكله كانت بسبب الحشائش الضاره. حضراتكم، الحشائش الضاره بتعمل نسبه خسائر في المحصول تقدر ب 30%. المشكله تحديدا اللي احنا جايين نحلها ان مزارع النباتات الطبيه والعطريه عندهم نقص في العماله المدربه اللي بتقدر تشيل الحشائش الضاره، وكمان هم ما بيقدروش يستخدموا المبيدات الكيميائيه. ان 95% من انتاج النباتات الطبيه والعطريه بيتم تصديره بره مصر، واهم حاجه بالنسبه لهم الجوده. ومن هنا جت جرين شيلد. السولوشن بتاعنا ان احنا بنستخدم ادفانسد ويد روبوت بيستخدم الاي اي تكنولوجي. احنا ما بنستخدمش اي كيميكالز ان احنا نشيل الاعشاب الضاره. ده بيخلينا كوست افكتيف، وكمان زي ما قلنا ما بنستخدمش اي كيميكالز. ده بيخلينا سستينبل، وبنقدر نجمع داتا نبيعها للمراكز البحثيه. الماركت سايز في مصر فيها اكتر من 10 مليون فدان، 80,000 منهم مخصصين لزراعه النباتات الطبيه والعطريه، وعلى رؤيه مصر 2030 هيبقوا 250,000 فدان. قيمه الماركت في مصر 770 مليون جنيه. اللي على شمال حضراتكم ده السوفت وير اللي احنا قدرنا نعمله. ازاي هنديتكت العشبه الضاره اللي احنا عايزين نشيلها بشكل فعلي، والعشبه الحقيقيه النبات الطبي والعطري اللي احنا عايزين نحافظ عليه. وعلى اليمين ده السوفت وير ازاي الروبوت بتاعنا يمشي في الارض، واللي تحت على اليمين ده الروبوت اللي احنا عايزين نوصل له ان شاء الله. الكومبيتيتورز بتوعنا هم اجريكان وايجي روبوتس. اول حاجه بتفرقنا عنهم ان احنا متخصصين ان احنا بنزيل الاعشاب الضاره من النباتات، وتاني حاجه احنا متخصصين فيها ان احنا متخصصين في مزارع النباتات الطبيه والعطريه. الريفينيو ستريم بتاعنا، اول حاجه احنا نأجر الروبوت بتاعنا لمزارع النباتات الطبيه والعطريه علشان نشيل الاعشاب الضاره. تاني خدمه بنقدمها ان احنا بنعمل ريبورت لصاحب الارض ان لو في اي امراض او اي مشاكل يبدا يحلها على طول. تالت خدمه بنقدمها اللي هي التريننج والكونسلتنج سيرفيسز، ان احنا نعمل له اويرنس وندربه على الروبوت. رابع خدمه ان الداتا اللي احنا هنقدر نجمعها نبيعها للمراكز البحثيه. الرود ماب بتاعتنا من شهر 12 لشهر 1 ان شاء الله هنعمل انتجريشن ما بين السوفت وير والبروتوتايب اللي معانا. من شهر 2 لشهر 4 هنبدا ناخد فيدباك من الكاستمرز علشان لو في اي مشكله نبدا نحلها بشكل مباشر. شهر 8 هنكسباند في السوق المصري كله ان شاء الله. الجو تو ماركت بتاعنا، احنا حددنا مزارع النباتات الطبيه والعطريه موجوده في محافظه اسيوط ومحافظه الفيوم، وكمان احنا هنوصل للكاستمر بتاعنا عن طريق المعارض الزراعيه، وبالنسبه للمزارع الكبيره عن طريق السوشيال ميديا ماركتنج. احنا زي ما قلنا لحضراتكم في الاول الاسك بتاعنا 1,750,000. الاسك ده علشان نبتدي ب2 روبوت. تكلفه تصنيع الاثنين روبوت 1,300,000، 200,000 للاكتويترز، 150,000 للار ان دي، و100,000 للماركتنج. احنا ان شاء الله هنعمل توتال سيلز 25 مليون جنيه بنت بروفيت 9 مليون ونص. وشركه جرين شيلد مع نهايه السنتين هيبقى معاها 12 روبوت. وانا بفكر حضراتكم احنا ابتدينا ب2 روبوت. التيم بتاعنا مهندسين في السوفت وير، مهندسين في الهاردوير، وناس في البايوتكنولوجي والبزنس. وانا بشكر جدا حضراتكم. انا بس بستأذن حضراتكم ان التيم بس بتاعي يقدر بس يتفضل. محمد، برافو عليك. برزنتيشن هايله وفكره هايله، وعايز اشكركم كلكم. عندي سؤال بس. وانت بتعمل دراسه الجدوى، وانتوا كتيم بتعملوا دراسه الجدوى، بنيتوا تصوراتكم للايرادات المتوقعه ازاي، وحسبتوا تكاليفكم ازاي؟ طيب، انا الاول شريف الحلواني. هو احنا بنينا الموضوع. احنا بنقدر ان احنا ندخل 9 فدان في اليوم. حلو. احنا الفلوس عندنا بتتقسم لحاجتين، يوم او نص يوم. اليوم بيبقى بتكلفه 14,000 جنيه، والنص يوم بيبقى بتكلفه 9,000 جنيه. طبعا احنا عندنا مزارع كتير بحكم اللي احنا بنزرع بطاطس وبتاع. الموضوع ده مختص بس على الفئة اللي انتوا اتكلمتوا فيه، ولا في مشاريع عشان تتوسعوا لزراعات اخرى؟ هو احنا مبدئيا مركزين في قصه النباتات الطبيه والعطريه، لان دي الاسهل لينا كروبوت. يعني النبات الكبير بيبقى طبعا محتاج روبوت اكبر بكتير، وبحيث ان هو يقدر لو الحشائش كبيره ما تخبطش في الروبوت او ما نعملش مشكله في الزرع. فاحنا حاليا مركزين في النباتات الطبيه والعطريه، بحيث ان احنا نقدر نخشها ببساطه ونقدر نحقق ده بسرعه، يعني ما تبقاش عندنا مشكله كبيره فيها. لما تبقوا مستعدين انا هتولاكم في المزارع بتاعتنا، تيجوا تعملوا التست والناس بتاعتنا تساعدكم، فما فيش اي مشكله، بس انتوا تبقوا جاهزين.